في مبادرة خيرية وتضامنية نظمت جمعية البركة فعاليات حملة رمضان الكبرى الخاصة بتوزيع 800 قفة رمضان لفائدة العائلات المعوزة بسيدي بالعباس، والتي جاءت هذا العام تحت شعار بشرى الصابرين. هذه المبادرة التي سهر فيها المنظمون والمتطوعون على تحضير وتوزيع القفف الرمضانية في أجواء إنسانية مفعمة بروح العطاء، تجسيدا لقيم الرحمة والتآزر التي يتميز بها الشهر الفضيل. بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جمعية البركة هذه الجمعية التي تشركنا في الخير، الخيمة الكبيرة والبيت العظيم، وهذه الجمعية التي تفتخر بها الجزائر لما تقدمه لخارج الوطن وداخله، وهي الحمد لله كما قال رفعت شأن الجزائر عاليا. كما عودتكم جمعية البركة العمل الخيري والإنساني بمشاريعها الكبرى في فلسطين في كل أنحاء العالم، ما كان لها أن تترك هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن، شهر الخير، شهر العطاء والجهاد والاجتهاد، دون بذل هنا في بلدنا الحبيب، بلد الشهداء، بلد مليون ونصف شهيد، بلد 8000 مجاهد الذين انطلقوا مع سيدي بومدين لتحرير فلسطين قبل 10 قرون من هذا الوقت. فكانت هنالك حملة رمضان الكبرى، وكانت ضمن وسم أو تحت وسم حملة بشرى الصابرين، والتي هي تهدف في مجملها لتوزيع 250 ألف قفة أو طرد غذائي على مستوى الجزائر وفلسطين وكثير من بقاع المعوزة عبر العالم العربي والإسلامي وعبر كل العالم. كان هنا للجزائر نصيب، وكان لولاية سيدي بالعباس أيضا نصيب من هذه اللمسة، فكان لها نصيب 800 قفة أو حقيقة أو طرد غذائي. أولا نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا الحفل الخيري في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، الذي اجتمعت فيه جمعيات فاعلة في مدينة سيدي بالعباس، وعلى رأسها جمعية البركة التي ارتأت أن تشارك مثيلاتها من الجمعيات، جمعية علماء المسلمين وكافل اليتيم ومولود قاسم وغيرها من الجمعيات الفاعلة، لأن تجتمع على هذا الخير العظيم في هذا الشهر المبارك، وهو شهر العطاء وشهر الجود، لأجل توزيع قفة رمضان للمحتاجين والمعوزين. نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية البركة التي أمدتنا ب100 قفة لصالح المعوزين. الله يمدهم إن شاء الله بكل خير، وإن شاء الله يكثر المحسنين.